السنة اللي فاتت يا جماعة ليلي عملت عليا مقلب النتيجة، وانا كمان جهزت شهاده قديمه كانت عندها من السنين اللي فاتت عليها اسمها هيت من المدرسه بتاعتها، وشلت النتيجه اللي جوه بحيث ان احنا نجيب النتيجه اللي احنا صممناها ونطبعها ونلزقها هنا. يلا بينا. عندنا العربي من 80. اقترح كده ننجحها في العربي ولا نسقطها؟ نديها 0. تعالى بقى نشوف طلعت ازاي. اوه تحفه اهي يا جماعه. لا يمكن تكون دي الدرجة بتاعتي. امال درجات مين؟ درجات مين دي؟ انا مش فاهمه. درجات انا؟ يعني ايه؟ يعني انت ساقطه في 3 مواد. استني بقى لما يعلنوا عن الدور الثاني وتروحي تمتحني فيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. احنا يا جماعة اول حاجة كده عايزين نقولها لكم ان احنا بنعتذر لكم ان احنا طول الفترة اللي فاتت ما صورناش، وطبعا ده كان لاسباب وانتوا كلكم اكيد عارفين الاسباب دي، ان السنة دي كانت غريبة جدا جدا في كل حاجة، مذاكرة وامتحانات. ايوه امتحانات الشهر دخلت في امتحانات الترم، في الامتحانات الاسبوعية، في التقييمات، فكنا مشغولين جدا جدا على الاخر ومش عارفين بصراحه نصور. واحنا بنعتذر لكم ان احنا ما صورناش في الفتره دي للاسباب دي، وبنوعدكم ان شاء الله ان الفتره اللي جايه هيبقى في فيديوهات كتير جدا وافكار تجنن، ومجهزين لكم مفاجآت تجنن. كلكم طبعا ملاحظين ان ليلى مش بتصور معانا. فين ليلي؟ وده طبعا لسبب ان احنا يا جماعة قررنا ان احنا نعمل في ليلى مقلب هيطلع من عينيها. نعمل عليها مقلب. نعمل فيها مقلب. والمقلب ده يا جماعة هقول لكم كل التفاصيل بتاعته دلوقتي. بما ان احمد ليلى كانت عملت فيه مقلب السنة اللي فاتت وهو مقلب النتيجة، فاحمد قرر ان ياخد طاره منها ويعمل فيها مقلب. انا هاخد حقي منها. النتيجه السنة هي دي دلوقتي هاخد منها عندها درس قرآن في النادي جنبنا هنا، وهتتأخر تقريبا ساعة، فقلنا ان دي فرصة كويسة جدا جدا ان احنا نجهز للمقلب، ويلا بينا عشان نبتدي التجهيزات ونشوف المقلب هيبقى عامل ازاي، وهنكمل اليوم ازاي على ما هي تيجي ونبتدي معاها أنا عايزة أقول لهم تنفيذ حاجة. المقلب. حاضر. قول. انا هاخد حقي من ليلي السنة دي والنهارده هاخد منها. السنة دي والنهارده؟ امال ايه يعني؟ بس وهعمل عليها مقلب ان هي اعمل فيها. طب ممكن تسكت وانا اقول ان انا اسقطها. هنشوف يا جماعه مع بعض التفاصيل دلوقتي، والتخطيط للمقلب هيبقى عامل ازاي، ويلا بينا. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بنحبكم جدا ويلا نبدا. يلا. السنة اللي فاتت يا جماعة ليلي عملت عليا مقلب النتيجة. فيا عملت فيا مقلب النتيجه. عملت فيا مقلب النتيجة، والدرجات كلها كانت ادتني احمر بقى في كله، بس السنة دي بقى هي عندها الدرجات بتاعتها بالدرجات. مش احمد ألوان. عنده الوان وهي بالدرجات، فاحنا لما كنا عملنا النتيجه السنه اللي فاتت عملنا الاحمد كله احمر. النهارده بقى احنا هنجهز شهاده الليله بالدرجات. استنوا بقى لحد ما تشوفوا احنا هنعملها ازاي. هنعمل بقى النتيجة ازاي، وهنقرر بقى الدرجات انا ومامي مع بعض ان هي هنحط ايه بحيث ان هي تخضها وتزعل لما تشوفها. دلوقتي اللي هيحصل انا يعني ورا الكاميرا من شويه حطيت 3 كاميرات في اماكن مختلفه من البيت عشان نبقى ايه كاشفين البيت كله. هنحط دي كمان دلوقتي بحيث ان هي تبقى كاشفه المكان بتاع الريسبشن ده. وبعد كده عشان اظبطها ارجع الكرسي ده لورا شويه. تهيألي كده تمام مظبوطه. ايه رايك يا احمد؟ مظبوطه؟ استنى. ايوه بصراحه اشوفها من هنا، شغلها واشوف. تمام. لا تمام ظاهره. ماشي. بس يا فريده بقى ما تحركيهاش. هنخبيها بقى. هنخبيها زي ما احنا متعودين، بحيث ان العدسه بس بتاعت الكاميرا هي اللي تبقى باينه. يا سيدي انت حركت. دخليها كده بس شويه كده اهو. ابعد دي بس كده. فريده متحمسه جدا يا جماعه.
قاعدة تتنطط. تمام، بحيث ان دي كانها طرحه محطوطه كده، اكيد مش هتاخد بالها. طبعا الوقت ضيق جدا جدا يا احمد، يلا بقى عشان نلحق نخلص ونعمل الشهاده ونطبعها قبل ما هي تيجي. يلا يلا بينا يا جماعه. يلا. ورجعنا لكم تاني يا جماعة، وعايزة أقول لكم إن أحمد فاجئني بتصميم الشهادة، بجد عملها زيها بالظبط بالظبط. وأنا كمان جهزت شهادة قديمة كانت عندها من السنين اللي فاتت عليها اسمها هيت من المدرسة بتاعتها، وشلت النتيجة اللي جوه بحيث إن إحنا نجيب النتيجة اللي إحنا صممناها ونطبعها ونلزقها هنا. طيب دلوقتي حطينا الدرجات بالظبط بالظبط زي الشهادة اللي المفروض تطلع. تمام أهوت. يلا بقى يا احمد عشان نحط الدرجات. انا بقى بقترح حاجه، ايه؟ ان هي بدال ما نسقطها في كل المواد ننجحها في مواد ونسقطها في مواد. ليه؟ طب استني. عشان ليلي انا عارفه دماغ ليلي لما هتلاقي نفسها ساقطه في كله هتعرف على طول 100% ان هو مقلب. انما انا لو عملت لها مواد ناجحه فيها ومواد ناقصه فيها ممكن المقلب يدخل عليها، عشان عارفه دماغ ليلي. وهي طبعا انا حاسه ان هي ممكن تشك ان هو مقلب، لان احنا عملنا الفكره دي قبل كده، بس احنا هنقنعها انه اكيد ده مش مقلب ونشوف ايه اللي هيحصل. طب استني، انا مش عارفه رد فعلها هيبقى عامل ازاي استني، بصراحه. المواد اللي هي اكيد هتنجح فيها لازم ننقصها فيها، يعني اكيد مش هنخليها تقفل. لا لا هو انت عندك النجاح يعني تقفيل؟ لا يا حبيبي، النجاح اللي هو درجه النص كده نجحت. اخليها تجيب 51. المواد اللي احنا عايزين نسقطها فيها نقلل عن النص. ماشي. يلا نبتدي بقى نحط الدرجات، وعايزاك تعمل لي حاجه بقى في الشهاده كمان. الدرجه اللي هتسقط المفروض هتسقط خليها فيها باللون بعد الشر الأحمر؟ بعد الشر يعني يا جماعه خليها باللون الأحمر؟ خليها لي باللون الاحمر. تمام ماشي. عشان ندخل موضوع الالوان ده في الموضوع هيلعب دور، يعني بحيث ان هي كأن الشهاده جايه من المدرسه يا جماعه، ان هو اللون الاحمر ده كحكه انت خدتي كحكه في الماده دي يلا بينا. عندنا العربي من 80، اقترح كده ننجحها في العربي ولا نسقطها؟ نديها 0. مفيش حد اكيد بياخد 0، ده لو سابت الورقه فاضيه مش هتاخد 0، حرام عليك. وبعدين هتاخد 0 في الترمين، دي نتيجه الترمين طيب يلا نديها مثلا في العربي 34. 34 برضو مش عارف. 34 حلو. هقول لك ممكن ننجحها في العربي بس ما نديهاش درجه عاليه قوي، فاكتب لي كده 53. 53 لا 53 حلو. ادخل لي على الانجليش. ده هي ناجحه فيه كده. اديها في الانجليش 0. ماشي. الانجليش لا مش 0 اكيد، يعني اديها في الانجليش 37 من 60 واعملها لي بالاحمر. 37؟ ايوه يلا. ما هو ده اكتر من نص. 37 اكتر من ايه ده هي من 60. طيب انا افتكرتها 80 يا جماعه، سوري. 27 واعملها لي بالاحمر. 27 ماشي. اعملها لي بقى بالاحمر كده. ايوه اهو احمر. هي كده احمر. اهو. ايوه صح. طيب ندخل على السوشيال، هي ما بتحبش السوشيال فهنسقطها الدراسات يا جماعه، الدراسات ايوه هي هتقتنع. الدراسات من 40 يبقى هتاخد 17 ونص. تعرف تعمل 17.5؟ 17 وتعملها بالاحمر. 5 اهو. بالاحمر. خليها بالاحمر بقى. احددها. ايوه تمام. حلو. ودلوقتي يا جماعه خلصنا الشهاده. ليلى جابت 186 من 320 حطينا لها 53 من 80 في العربي، 27 من 60 في الانجليش، 17 ونص من 40 في السوشيال، 35 من 60 في الماس، 15 ونص من 40 في الساينس، والاكتيفيتي 19 من 20، يبقى 186 من 320. تمام. و15 في الارت و22 في الالمان. ندخل بقى على المرحله اللي بعد كده وهي ايه؟ يلا يا احمد ابعت لي دي على الواتساب عشان هندخل دلوقتي نطبع الشهاده ونلزقها في الشهاده دي زي ما قلت لكم، واقعد بقى استنى ليلى عشان لما هتيجي اقول لها ان النتيجه ظهرت وانا نازله اجيبها. تمام يلا بينا. ودلوقتي يا جماعه بعد ما جهزنا الشهاده وبعتها من على اللابتوب بالواتساب، جيت بقى عشان اطبعها اهوت. طباعتنا الجميله اللي بتساعدنا في كل استنى عشان بعد ما اطبعها
اخدها ان شاء الله واروح الزقها في الكفر اللي وريته لكم عشان تبقى جاهزة للمفاجأة. بس انا يا احمد بس عايزة اظبط الطباعة ان هي تبقى الوان عشان الايه، الالوان اللي احنا عملناها دي تظهر اهي. اللون ايوه الاحمر بقى كده ما يكون اسود بقى في الاخر. اهو. برنت. برنت. استنى الواي فاي زي المرة اللي فاتت بالظبط اختفى مع انه كان شغال دلوقتي، مش عارفة ايه السبب في كده. طب ثواني هطلع بره، باي. هجيب بس هشغل الواي فاي واجي. انا هاخد حقي من مامي يا جماعه، من مامي. من مامي؟ هتاخد حقك من مامي؟ لا انت المفروض انت محتاج بتساعديني. تفوق محتاج تفوق من اللي انت فيه ده. انا هاخد حقي من ليلي. السنه اللي فاتت عملت فيا نفس المقلب، بس انا هعمل فيها مقلب مختلف خالص، مش مختلف أو مختلف بطريقه مختلفه. مختلف ده نفس المقلب نفس مختلف بطريقة مختلفة ازاي؟ يلا بينا، ها هيطبع. الو. استنى مش راضي يشتغل، مش عارفة ليه. اشتغلت اهي تمام ايه اهو، المفروض هتطبع. ايه بتطبع. وريني بقى كده، عايزة اشوفها عايزة اشوفها. استنى استنى يا جد. ايه ده؟ انا عاملاها الوان، اقسم بالله ما جاتش يا لهوي. طب ثواني بصوا يا جماعه، طبعناها وطلعت ابيض واسود فمش ظاهره، فهنطبعها تاني الوان اهو. تعالى بقى نشوف طلعت ازاي. اوه تحفه اهي يا جماعه، طبعت الوان وفيها الدرجات بالاحمر. ويلا بينا بقى عشان نلزقها في الكفر اللي احنا عاملينه بره. يلا بينا. يلا بينا. ودلوقتي يا جماعه احنا جاهزين عشان ايه؟ نلزق الشهاده زي ما قلت لكم. انا جبت جلو اهو مخصوص عشان نلزق بيه، عشان برضه ولازم نقفل اللابتوب عشان ما ينفعش نسيب اي ادله. يلا اقفله وحطه في الشنطه بتاعته، عشان هي برضو ايه، ممكن ليلي مش سهله برضو، فممكن تقعد تجمع معلومات في دماغها. هي طبعا ممكن من الصدمه ما تعرفش تفكر، بس برضو خلي ده انا ده من النوع بتاعنا. النوع بتاعك انت هو اللي كده. اه. طيب بصوا يا جماعه اهو، انا حطيت اللزق. تعالوا بقى ايه، الماوس. استنى عشان تبقى مظبوطه. ايوه كده، لازم كل حاجه تبقى بيرفكت. بيرفكتو. كده اهوت. استنى اما الزق الطرف ده اهو. انهي طرف ده الطرف ده، ولازم تلزق الطروف التانية برضه. الطروف الطروف ايه؟ اطراف جمع طرف ايه يا احمد؟ طروف. والله احنا كان المفروض نعمل في انت فاكر المقلب ده اهو. بيقول لكم طروف يا جماعه. يلا نقفل. ويبقى بحق. خلاص يا جماعه بصوا، الشهاده دلوقتي جاهزه. ايه رايك يا دي؟ ده حلوه. انا اللي عاملها. دلوقتي هي أنا اللي المفروض عاملها. ليلى قربت تيجي، فانا هقعد بقى استناها. هتيجي مثلا تقول لي ايه الاخبار يا ماما، مش عارفه اقول لها النتيجه ظهرت نازله اجيبها. حلو. انا طبعا هبقى مخبيه دي، هاخدها معايا وانا نازله، وكأن هنزل اغيب شويه 10 دقايق ولا ربع ساعه كده، بعدها تجيبي دي وبعدين اجي معاك. بقى بالمفاجاه الكبرى. ماشي يلا بقى نستناها. يلا بينا. ايه الاخبار؟ عملتي ايه؟ تمام الحمد لله. درسك كان عامل ايه؟ كويس الحمد لله. لابسة رايحة فين كده؟ نتيجتك ظهرت نازله اجيبها. ده بجد؟ بجد؟ أنا بس ولا أنا وأحمد لا نتيجتك انت ظهرت النهارده، وقالوا بكره هيطلعوا نتيجه احمد، فانا هروح بقى اجيبها دلوقتي وربنا يستر. طب بيطمنيني يا ماما على التليفون أول ما تستلميها. حاضر ان شاء الله. يلا عايزين حاجه من تحت؟ نسيت. ماشي، عايزين حاجه من تحت؟ يلا سلام. A few moments later. في يا ماما ما بترديش عليا ليه؟ من ساعتها عمالة برن عليك. يا ماما رد عليا في إيه؟ ايه الدرجات دي يا ليلى؟ ايه الدرجات دي؟
عماله تقولي لي وقت الامتحانات انا بحل كويس، انا مش عارف ايه، والتعب والدروس والمجهود طول السنه، وفي الاخر دي درجات؟ لا، لا يمكن تكون دي درجتي. جايبه لي 27 من وريني 27 من 60 في الانجليش و17 ونص يعني إيه في لا؟ الدراسات. لا يمكن تكون دي الدرجه بتاعتي يا امال ماما. درجات مين؟ درجات مين دي؟ انا مش فاهمه. درجات انا؟ ما هي درجاتك واسمك اهو على الشهاده. الله، يعني ايه؟ يعني انت ساقطه في 3 مواد يا ليلي اهم، 3 مواد، 3 مواد بالاحمر ساقطه فيهم. معقول بعد التعب والمجهود ده كله تسقطي في 3 مواد؟ ما نجحتيش غير في مادتين؟ اكيد لا، اكيد في حاجه غلط. اخص عليكي، يا خساره تعبي ومجهودي معاكي طول السنه، يا خساره. استغفر الله العظيم يا رب. انتوا عاملين فيها مقلب صح؟ لو مقلب؟ هو كل في حاجه مقلب يعني. كل حاجه مقلب. كل ما يحصل لنا اي مصيبه دلوقتي تقول لي مقلب. تعلقي بقى يا فشلك جماعه على لا، المقلب. اكيد في حاجه غلط، دي مش درجاتي. الله، اكيد في حاجه غلط، ما انت كنت شايفاني وانا عماله بذاكر، أمال اكيد يعني درجات في مين؟ حاجه غلط. وانا مش عارفه ان انت كنت بتذاكري بقى. ما هو المذاكره باينه قوي على النتيجه هي حبيبتي. يعني ايه؟ يعني انت ساقطه في 3 مواد. استني بقى لما يعلنوا عن الدور الثاني وتروحي تمتحني فيهم. دي درجات تانية اعدادي. امال هتعملي ايه السنه الجايه في الشهاده؟ هتعملي ايه؟ يعني لما تبقى دي درجات تانية اعدادي، في 3 اعدادي بقى نعمل ايه؟ وهنجيب كام؟ هنعيد السنه؟ هما ممكن يكونوا حطوا درجات الامتحان وما حطوش درجات اعمال السنه صح؟ لا طبعا، أمال هيعملوا مفيش الشهادة كلام من ليه؟ ده. مفيش كلام من ده يا حبيبتي. دي درجاتك بتاعت اعمال السنه وبتاعت الامتحان وكله. ما كنتش اتوقع منك كده ابدا يا ليلي. يعني اكيد في حاجه غلط. انا والله كنت عماله بذاكر، يعني كل تعبي ده راح على الارض. ما اعرفش بقى. هو انت كنت بتذاكري بس؟ ده انا كنت تعبانه معاكي في المذاكره وفي الدروس وفي كل حاجه. تخيلي بقى بعد كل التعب ده تبقى دي النتيجه. انا في حاله ذهول وفي حاله صدمه. انا مش عارفه اعمل ايه. يعني انا مش انا تخيلت مثلا، قلت هتنقص مثلا في كل ماده 5 درجات، مش مشكله. انما انت ساقطه في 3 مواد، 3 مواد ساقطه فيهم. ازاي ده حصل وامتى؟ ازاي وصلت للمستوى ده؟ ما اعرفش، انا والله ذاكرت وقعدت تعبت وعملت اللي عليا، والله انا ما اعرفش ايه اللي هتقعد تقول لي حصل. بقى ذاكرت ومش ذاكرت. لو بالمذاكره يا حبيبتي ما كله بيقول احنا ذاكرنا. انا مش عارفه والله اتصرف ازاي دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في الصدمه السوداء اللي انا فيها ده اهي. ليه يا بنتي كده؟ حرام عليكي. ما قلتليش ليه؟ ما قلتيش ليه ان انت مستواكي وصل للدرجه دي؟ عشان انا كنت مذاكره، كنت هقول لك ايه يعني؟ فين المذاكره؟ المذاكره اترجمت اهي في الشهاده اهي. الدرجات اهي يا حبيبتي. يعني انا عايزه افهم دلوقتي، دي مش شهادتك؟ ده مش اسمك؟ يعني انا مش فاهمه ايه ده. انت بتنكري ايه دلوقتي ولا بتبرري ايه؟ بتبرري ايه دلوقتي لما تبقي ساقطه في 3 مواد؟ ويا ريت حتى المواد اللي انت نجحتي فيها جايبه فيها درجه عدله. لا اكيد في حاجه غلط. ازاي يعني؟ حاجه غلط ايه؟ الغلط ايه؟ ده مش رقم جلوسي، انا رقم جلوسي 545. متاكده؟ ايوه متاكده والله. انت كتبت رقم الجلوس غلط؟ لا انا تبدلتي رقم مكان رقم؟ يا موكوس يا طب والله كنت عارفه انه بعمل، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ عارفه قوي. امال انت بتعيطي ليه؟ الله. مش عارفه. خد يا لا انا عملت ايه دلوقتي؟ يعني احنا نيجي في اللقطه المهمه بقى اللي هي تقتنع بقى في المقلب وكاتب لي رقم. ما هي اقتنعت وعماله بتعيط. جاي في الاخر جايبين لي صدف 3 مواد يا ناس. ما انت جايبه لي كله احمر في احمر ايه؟ السنه اللي فاتت لا انا ما تخيلتش ان انت تعمل فيها كده. يعني كل حاجه ماشيه تمام وانت اللي تبوظ المقلب في الاخر وكاتب لي رقم الجلوس غلط. وانت كمان مصحصحه قوي مركزه للدرجات عشان هو في حد ساقط يركز في رقم الجلوس؟ انا فكرت ممكن يكون في حاجه غلط او بدلوا درجات. قعدت تركز في كل حاجه بقى لحد ما اكتشفت ان رقم الجلوس. ليه؟ انا بقى
لا بص للكاميرا، اضحكي للكاميرا. انا بقى ما كنتش متخيله ابدا ان ممكن المقلب يبوظ للسبب ده. انت يا بنت مش سهله، انا طول ما انا عماله بجهز انا اكيد في حاجه غلط اكيد يعني، مش بعد انا طول ما انا عماله بجهز للمقلب عماله اقول ليلي بنتي مش سهله وعماله اعمل كل حاجه بالظبط بالظبط عشان ما تتكشفش. لا بس والله بصراحه بس كنتوا الاثنين هعمل فيكم مقلب ومحدش انا هيتوقع اللي خالص. انا هعمل انا في مقلب عشان خلاص نتفق انا وانت عليه. عشان ما عملتش حاجه انا دلوقتي. ما انت عارفه ان انت طول عمرك عارفه ان انا بتلخبط ما بين الارقام العربي والارقام الانجليش. وانا يعني لما الارقام اقول الانجليش بتعكس بقى اللي هو لما اقول لك 500 لما اقول لك 545 تكتبها 554 عشان يا جماعه انا قلت له 5 4. ما انا بتلخبط بقى عشان قلت له 545 فهو انا مش بقول له الارقام بالانجلش، فهو عشان يكتبها صح لازم بالانجلش. فدي ممكن تكون انا ساهمت في الموضوع انا كمان. مش والله ما هسيب. هو استنوا يا جماعه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله عامل فيهم حته مقلب مش هسيبهم بس عشان مني. انا اتقهرت. حق مني. اوعى كده اقول لهم معلومه، انا زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان ليلى مش سهله، وبس ما كنتش متخيله ان هي اللي هتكشف المقلب بنفسها. انا كنت عايزه اوصلها الحاله ان هي تصعب علينا زي كل مقلب احنا بنعمله وبعد كده نكشف المقلب، بس للاسف هي كشفته وبجد شافوه ليكي. بس هي عيطت في الاخر يا جماعه فما تزعليش لان هي للحظه لا ازعلي علشان عيطت اكتر منك بكتير. للحظه صدقت. ايوه انت فظيع بجد. للحظه حسيتها صدقت وهتبدا تدخل في مود ان هي مصدقه، بس زي ما انتم شايفين ان هو اكتشفت بنفسها ان ده مش رقم جلوسها، وبالتالي اكتشفت ان هو مقلب. بس برافو وأنا عليكي مش غلطانة. تربيتي. بس احنا عملنا حاجه تربيتك انت بتعملي انت شاركه معاه في المقلب. بس زي ما انتم شايفين يا جماعه احنا كنا عاملين كل حاجه بيرفكت، وبصراحه ما كنتش متخيله ان المقلب يبوظ عادي يا بسبب جماعه حاجه ده المقلب زي على دي. اليوم مش عايزين تشوفوا يعني. مش عارفه ايه ده. ايه لا ما خلاص ايه بتقولي المقلب ايه؟ ما تتكلميش معاه النهارده ولا انت ولا احمد يا رب يا جماعه ولا انت يكون يا فريدة عشان خفيت المقلب اللي مش مقلب يكون عجبكم، واستنونا في مقالب وفيديوهات تانية كتير، ويا رب يكون ومقالب الفيديو- كتير. يكون الفيديو عجبكم. وقبل ما نقفل ما تنسوش لايك والشير وسبسكرايب والكومنت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. فاكره يا ديدا؟ يلا فعلوش زر الجرس تعملوش لايك اللي بيتفرج على قناتنا بتاعت الجيمنج هيعرف احنا قصدنا على ايه بالظبط. ما تعملوش كل جديد.